يومي بدأ بالقهوة، حطيت موية حارة ونسكافيه وحطيت عليهم حليب وبس كده قهوتي صارت جاهزة. طبعا صحيت الساعة يمكن صحيت الساعة 4 أو 5 في العصر. طيب وكده قهوتي صارت جاهزة. وهذا الكيس الصغير فيه جات طلبية من علي إكسبريس، كانت طلبية الشواحن، لأن صراحة عندنا البيت شواحننا كلها انقطعت وزي كده، فقلت يلا نطلب 3. فطلبت 3 من علي إكسبريس. شواحنهم مجربتها، يعني مجربينها قبل كده، صراحة ممتازة وخاصة يعني تجي طويل السلك كذا، كان الفيش بعيد فتنفع مرة. وطبعا هذه الطلبية الثانية طلبتها لصناعة منتجاتي، أنا عندي مشروع يعني أصنع فيه منتجات من الصفر، وأستخدم زبدة الشيا لازم تكون خام وغير مكررة. طيب فمرة هذه الأيام مرتفع أسعار الزبدات وفي المواقع، وما أقدر أطلب من أي موقع، لأن المعلبة ولا تكون من شركات زي كذا، لا ما أقدر أطلبها، خاف تكون يعني ما تكون مكررة ولا تكون يعني ما هي خام ولا غير معروف، فأطلبها تلاقوني من موقعها الأصلي. فأستخدمها مرة كثير في منتجاتي من الصفر. وكمان أنا عندي أكسيما يعني في يدي من 20 سنة، فممتازة جدا للمنتجات اللي عندهم أكسيما زي كده تعالجهم. طبعا هي حطها من ضمن المكونات، في مكونات ثانية وكلها طبعا أطلبها أصلية، يعني يهتم من الجودة بشكل يعني فظيع. طيب وبس كده هذه الطلبيات طبعا فتحتها كل الطلبيات وحطيتها خلاص في المعمل عندي وبس. طيب وبدأ يومي، رحنا يعني قلنا نطلع، فرحت مول عشان أولادي كانوا يبغون السينما. فأول مرة صراحة أروح لهذا المول، مول كده صغير كان قريب من مكة، جنب جامعة الملك عبد العزيز، فهو في جدة. طيب فكده لعبت الكتكوت، أول ما دخلنا لعبناه كده في هذا السيارة. كان المول مرة فاضي على الساعة 8، لا 7:30 أو 7، كان المول تخيلوا فاضي كده ما في أحد. طيب وشفت كده محل كرز من الواجهة المول، وأنا قبل كم يوم كنت يعني في التيك توك قاعدة أبحث عن محل يبيع كده بيجامات وملابس بيت، فشفت كرز في عندنا في مكة، فعجبني صراحة لما قاعدة أتفرج كده لما قطعهم على فيديوهاتهم عجبتني. وسبحان الله الصدفة إني ألاقيه هنا، ودخلت قاعدة أتفرج كده. أول مرة صراحة أجرب شعور إنه يعني عادة لي سنوات طويلة تقريبا كل تلاقوني ملابس، كل شيء أطلبه يعني من ترندات شي إن نمشي كل المواقع جربتها حرفيا يعني تقريبا. ما قد تسوق كذا تسوق كذا، حسيت هذا الشعور التسوق اللي تعبين كذا السلة وتحطين أكياس كذا كثيرة معك كذا، هذا الشعور صراحة من زمان نسيته. فدخلت المحل صراحة مرة عجبتني أشياء حلوة، في صحيح إنه أشياء 24 وفي أشياء أقل، ملابس قطع أقل، وفي 200 في 300، ففي خيارات مرة متنوعة، بس في أشياء مرة حلوة خاصة للبيجامات والبيت. وخاماتهم مرة حلوة صراحة، قطن حرير، يعني تحسينه مو زي حق شيئين. أنا الصراحة أتحسس صرت بجايم شيئين، عندي كم بيجامة من شيئين ما لبستها لها كده، فصرت يعني أختار. تلاقوني صح إن عندهم في قطن وزي كده، بس صرت يعني أخاف إنه تطلع لي بيجامة حاسة تجي زي كده ستان، فالقماشة تجيك من شيئين على نايلون، ف بلوستر اسمه بلوستر، كثير ملابس تجيني بلوستر. طيب صرت صح أركز إني على الخامة قبل ما أطلب، بس برضو تجيني بلوستر يعني كثير. فهذه صراحة حلوة، باردة مرة حلوة للصيف. فما شاء الله أخذت لي كم بيجامة وكم ملابس بيت كده، قعدت أختار وتسوق وتفرج أشياء حلوة. هذه شايفينها، هذه بيجامة قطن، لا مو قطن، هذه حسة كده شتوية، بس مرة موديلات تجنن تجيك طقوم، يعني أغلب المحل طقوم الحلو فيه، وفي صح ملابس خرجات قطعة وقطعة، لا يعني قطعة وتختارين يعني القطعة. طيب
وهنا البجايم صراحة تحتارين إيش تاخدين، بجايم ملابس بيت، فساتين بيت، أقمصة بيت. أنا صراحة ركزت على هذه الأشياء لأني ما أحتاج إني أخذ حاجات برا لأن عندي كثير. طيب وهنا أخذت لي كتكوت ألعاب البحر هذه عشان راح يلعب في الرمل، ومكعبات كان نفسه فيها من زمان. بعد كذا رحنا أخذنا تشيز كيك وقعدنا كذا في الكافي، وقعدت أتقهوى. طبعا قهوتي معي من السيارة، فلما نزلت خليتها في السيارة وبعد كذا جبتها لما جلست في الكافي. فما طلبت قهوة ثانية. وفي هذه اللحظة طبعا بعد ما صورت القهوة طفى عندي الجوال، خلص الشحن. طيب وكان في العشاء ما صورته يعني، طبعا كان عندي جوال طفى. فرجعنا هذا اليوم الثاني. قعدت أشوف الطلبية. أنا على بالي خلاص معلقة على الطلبية، لا مو الطلبية، أقصد الأشياء اللي اشتريتها. طيب عشان تشوفوها معاي، هذا محل اسمه كرز. طيب أول شيء نشوف الفستان الأول، صراحة مرة يجنن، يجي كده لحد الكعب الرجل يعني طويل. طيب بس ناعم زي القطن كده قماشته وستايل. صراحة هذا ستايلي مرة يعجبني. هذا كده هو علاقي، فللبيت طبعا خفيف مع الصيف كده، تاخدين كده شاور بارد وتلبسين وكده، صراحة مريح. وهذه البيجامة قماشتها مرة حلو كده قطن، فأخذتها. هذه ب24 والفستان ب24، وهذه كمان ب24 البيجامة الثانية. فعندي زيها نفسها من شيء صراحة ما لبست لحد الآن، نفس الستايل، يعني نفس الشكل، فقماشها كان حار. فهذه إن شاء الله تكون قماشها تمام، لأنه واضح إنه حلو قماشها، برضه ب24. هذا الفستان أنا ما أحب هذه الألوان ولا عندي أصلا، بس صراحة يجني كده، تحسين صيفي ونفس ستايل هذا. أنا يعجبني، أنا أحبه هذا يعني هذا ستايلي، عرفته. مع البطن كده في المطاط هذا مسكة، وهذا الصدر 7 ويعني والكم زي كده زي الفراشة قصير. في البيت مرة حلو، وهو يوصل تحت الركبة، وسعره 24 ريال. طيب والفستان أو هذه جلابية مرة مريحة تجنن، برضو ميدي كده، ترى ناعمة ولونها بينكي غامق مرة، يعني كده واضحة فاتحة، لا هي غامقة مرة، لونها مرة كده حلو وخفيفة وحرير، يعني تحسينها كده خفيفة تجنن كده للبيت. طيب حلوة مرة أنا عجبتني. أنا أحب الجلابيات ستايلها زي كده خفيفة، أحب تكون كم طويل وثقيلة تكتمني. طيب وهذه بيجامة ستريتش، صراحة سعرها 36، هي أغلى واحدة فيهم. طيب بس قماشتها مرة حلوة وناعمة ومريحة، مرة مريحة. طيب أنا يعني هذا برضو ستايلي أحبه. وهذا الشوز، هذا ستايلي حرفيا. فأنا تلاقوني ما أطلب، يعني ما أطلب من شيء الملابس، ما أطلب شوزات لأن تجي كده زي البلاستيك، مرة طلبت ورجعتها تجي كأنه بلاستيك. هذه مع إنها أكبر من مقاسي بواحد، بس أخذت لأنه آخر حبة، فهو الستايل هذا عجبني. ونفس ارتفاع الكعب زي كده، أنا هذا استخدمه عادي يعني يوميا، يعني أخرج يعني برا، يعني ما هو مناسبات ولا أي شيء، فتلاقوني يعني عادي هذا ألبسه كده وأخرج. وهذه طبعا بعد ما شلت الكروت والاستيكرات شقيتها بالمقص، قلت أغسلها قبل ما ألبسها لازم. وهنا اليوم الثاني، طبعا هذا نفس اليوم اللي وريتكم فيه هذه المقاضي. فهنا سويت كده أكل خفيف لأني ما في حيلة أقعد أطبخ زي كده، بس سويت السلطة، حطيت ملفوف قطعته أصابع كده وجزر ومايونيز وسكر وحليب، وخلطة شوية ملح نتفة يعني، وبس بالعافية علينا. أتمنى إذا وصلتوا نهاية تدعموني بلايك واشتراك، وأهلا فيكم كأصدقاء لقناتي وأخوات. ومع السلامة، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.